السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي أولا لإخواتنا في تونس، وإحنا النهاردة هنتناقش في موضوع خاص بشمال أفريقيا ككل في المجمل يعني، وبصفة خاصة طبعا المغاربة، وأقصد بيهم المملكة المغربية ودولة الجزائر ودولة تونس، والمعاناة اللي بيعانوها دلوقتي خاصة تونس. يعني تونس دولة صغيرة، يعني عدد سكانها تقريبا 12 أو 13 مليون نسمة. ملهاش حدود مع أي دولة أفريقية، لها حدود مع دولتين عربيتين، الجزائر وليبيا. فحصل عليها هجوم دلوقتي من أفارقة، بيسموهم اللي هم من جنوب الصحراء، جايين وبقالهم فترة بيجوا تقريبا. الحكومة هناك هم بيجوا من غير فيزا، لأن مفيش فيزا، فبيجوا على أساس إن هم بيدوروا على شغل لفترة معينة، وبعد كده المفروض إن هم يطلعوا على أوروبا، يعني عن طريق المراكب غير الشرعية اللي بتطلع ديت يعني. فهم ابتدوا يستوطنوا في تونس، وابتدوا يعيشوا هناك، وابتدوا يبقى لهم مجتمعاتهم الخاصة بيهم. حتى في صفاقس بقى لهم عاملين محكمة عشان يحكموا فيما بينهم، وعاملين كمان زي قوات بوليس وايه ده بقى، وتحس ان هم دولة بقت دولة جوه الدولة. خدت بالك؟ لغاية النهاردة بتابع انا الموضوع ده، ما شفتش لا قوات بوليس ولا جيش وقفوا قدامهم. يعني التوانسة العاديين بيعانوا منهم يعني، ومن تصرفاتهم. بصراحة العيال شكلها يخوف، شكلها صيع يعني، حقيقي بجد. في طبعا أفارقة محترمين ودخلوا تونس وعايشين هناك كطلبة وكده يعني. إنما العالم ديت قاعدين كده ويقعدوا يبيعوا وعاملين تجارة فيما بينهم، ومحلات برضو هم بيتعاملوا مع بعضيهم، ومقاهي، حتى عملوا كنيسة. ما هماش حد مش عارف أي هم نوع من لا هم كاثوليك ولا هم أرثوذكس، فيعني عملوا كنايس خاصة بيهم. طبعا كل ده بطريقة غير شرعية. أنا مش عارف ليه الحكومة مش بتوجههم وبترحل اللي قاعدين من غير إقامة. المفروض يعني، لأن تونس دي ما هياش دولة مهجر يعني. فما تعرفش بقى الحكومة متقاعسة، بياخدوا مقابل من دول أوروبا، على أساس إن هم ما يخلوش الناس ديت يستوطنوا هناك في تونس، وما يسافروش على أوروبا عن طريق المراكب غير الشرعية دي. الموقف والموضوع كله كده ما فيهوش أي وضوح يعني، والناس بتعاني زي ما أنا قلت. خرج علينا الرئيس التونسي، شفت في اللقاء تقريبا من حوالي أسبوع أو 10 أيام، بيتكلم عن المعارضة، وبيقول إن المعارضة دي زي السرطان، المفروض نتعامل معاها بالكيماوي زي ما بيتعامل مع تعاملوا مع السرطان يعني. طبعا كلام ملوش اي لازمة يعني. دول وطنيين
المعارضة دي وطنية، ولما بتعارض لخير الوطن يعني. ليه الحساسيات ديت يعني؟ فبدل الكلام ده يا ريت كنت تؤمر قائد البوليس ولا وزير الداخلية انه يخفف عن التوانسة، وخصوصا في خلال الأزمة اللي بيمر بيها، الأزمة الاقتصادية. بدل ما يقعد يتكلم كلام ما هوش في محله يعني، مع احترامي للجميع يعني. نحن كعرب بنحب الخير للدول العربية ككل في المجمل يعني. نرجع لمرجوعنا على الأفارقة اللي من جنوب الصحراء اللي منتشرين في تونس، وبقوا بشكل مزعج جدا يعني. العملية مش حكاية قومية تونسية، الحكاية حكاية ان الناس ديت جاية وعندها رغبة ان هي تستوطن تونس، حتى ولو كانت رغبة خفية. والمشروع ده اكيد اللي بيحركوا دول اوروبية من مصلحتها ان يبقى فيه مشاكل في شمال افريقيا، يبقى شمال افريقيا ما عندوش فرصة ان هو يواكب التقدم بعد الثورة اللي حصلت في تونس وفي ليبيا، وتصحيح المسار في الجزائر وفي المغرب، دولة المغرب أو المملكة المغربية. ففي بقى طلعت منشورات ما تعرفش مين اللي بيزق الناس ديت انها تقول ان او بيؤمنوا هم بالفكرة اللي احنا هنتكلم عليها على ككل شمال افريقيا. العالم دي بتؤمن بفكرة، هي فكرة ان العرب جم وطردوا السكان الاصليين اللي هم السود واحتلوا المنطقة ديت. طبعا ده كلام غير منطقي وغير صحيح يعني، لان المنطقة دي قبل العرب ما كانوا موجودين فيها كان فيها الرومان، وقعدوا فترة طويلة جدا. وسكان الأصليين بتوع المنطقة ديت البربر هم السكان الأصليين بتوع شمال أفريقيا. لكن هم بيؤمنوا ان أفريقيا دي سوداء ولازم ترجع سوداء تاني، ولازم يحرروا شمال أفريقيا من أحفاد العرب. طبعا ده كل ده كلام تهريج، ولكن احنا بنبص له يعني كلام تهريج وفي الهوا كده وملوش اي اصل. ولكن هم بياخدوا خطوات عملية، ودينا شايفين اللي بيعملوه في المملكة المغربية، والشعب بيعاني برضو بصورة يمكن افظع من اللي بيعانيها الاخوة في تونس والجزائر، واقفة لهم برضو للجماعة دول. يعني العملية انا اعتبرها عبثية لو ما خدوش، لو اتخذ موقف شديد وجامد قدام العالم دي تعتبر عملية عبثية، عشان احنا مش عاوزين نشوف فلسطين تانية. لان النهاردة هم بيبتدوا ييجوا يستوطنوا اماكن، يفرضوا نفسهم، قوات الامن ما مش واقفة قصادهم، بيعملوا كنايس، بيعملوا اماكن خاصة بيهم. هنبص نلاقي ممكن لو انت احتكيت بيهم بعد كده يقول لك احنا اتولدنا هنا، ممكن ولادهم يطلعوا بعد 10 15 سنة 20 سنة. هتبقى لك هنبص نلاقي ايه؟ فلسطين تانية ومعاناة تانية ومأساة تانية. نتمنى احنا ما نشوفش حاجة زي كده، وان السلطات التونسية تاخد موقف جدي من الناس ديت. طيب ايه اصل الحكاية بقى في مصر بقى؟ بالنسبة هو الخوف كله طبعا على التوانسة او اللي بيحصل في تونس، لان هم عدوا مرحلة جامدة قوي في تونس يعني. بالنسبة لليبيا ما يقدروش يعملوا حاجة، لان الليبيين خلال الحرب الاهلية اللي حصلت فكانوا هم وقعوا جامد قوي، وهم بيهربوا من ليبيا، فما يقدروش يقولوا الكلام ده هنحرر ليبيا ولا الكلام ده،
لان الليبيين يعني هياخدوا معاهم موقف عنيف يعني. بالنسبة لمصر ما يقدروش يعملوا اي حاجة، لان المصريين حتى لو السلطات ما اتدخلتش، المصريين نفسهم انت بتتكلم على 100 مليون نسمة يعني. يعني لو دول ما يقدروش يفكروا يقولوا الكلام ده، لان المصريين ادسوهم يعني، مش تهريج، ده حقيقة هتبقى لساعتك. بالنسبة الكوميديان كيفن هارت اللي كان عنده حفلة تقريبا الاسبوع اللي فات واتلغت بسبب الكلام اللي هو بيقوله والكلام اللي هو مؤمن بيه. لما نيجي نتكلم على امريكا فيها حرية يعني. ممكن الواحد عمل يعني مجموعة كده وقال لك احنا مثلا احفاد اي حاجة يعني. احنا مثلا نقول مثلا احنا يعني اي حركة دينية او مثلا فلسفية، واي ممكن ياخد تصريح ويعمل الحركة ديت ويبقى لهم ولو ليهم اتباع يبقى لهم اتباع كمان ويزيد الاتباع بتاعهم، وكان في ناس بيؤمنوا بفكرتهم. فيعني دي بلد حرية يعني. هتبالك لو عمل دين جديد انت حر، هتبالك طالما انت ما بتأذيش حد او بتفرض، لا بتأذي حد ولا بتفرض افكارك بالقوة او بالعنف، مفيش اي مشكلة يعني. هنا في امريكا في اللي هم البهائيين ليهم اماكن بيتعبدوا فيها، ليهم اذاعة خاصة بيهم، ليهم مطلق الحرية يعني، طالما ما بيسببوش إيذاء للآخرين أو ما بيحملوش السلاح عشان يجبروا حد يؤمن بأفكارهم. طيب ايه بقى المجموعة ديت او الكالت ده اللي هم بيقولوا ايه بقى؟ دول بيسموا نفسهم اللي هم ايه؟ افرو سنتريك. ايه الافرو سنتريك دول؟ اللي هو منهم بيؤمن بيه بنفس الفكرة اللي هو كيفن هارت HART بمعنى ذكر الغزال. طيب عما ذكر الغزال ده اللي هو هارت ده كيفن اللي هو كوميدي اصلا من ولاية بنسلفانيا. هو اتولد تقريبا في فيلادلفيا سنة 79 يعني، شاب صغير يعني، برضو نقول عليه في الاربعينات دلوقتي كده يعني. طيب بيؤمن ايه بقى؟ واللي هم دول بيؤمنوا بحاجة، بيقول ان احنا اللي هم يعني اللي بيمثلوا الجماعة دول، ان هم لازم يعلموا اولادهم التاريخ الحقيقي للراجل الاسود. التاريخ الحقيقي ان هم يعلموا اولادهم ان هم ما هماش كانوا مجرد عبيد، انما هم كانوا ملوك في مصر، خدت بالك؟ وكان ليهم تأثير على الحضارة الغربية، وان المصريين الحاليين ما هماش احفاد الفراعنة او المصريين القدماء، لان مصر احتلت من الفرس ومن الأتراك، الرومان طبعا، الرومان والعرب والأشوريين قبل كل ده. نقول تاني من الأول عشان إيه يعني نحاول نرتبهم إلى حد ما يعني الأشوريين والفرس احتلوا مصر الفترات وإن كانت فترات قليلة، والرومان والعرب وبعد كده الأتراك، وبعد كده الإنجليز والفرنسويين. فيعني المصريين دول اللي حاليا الموجودين دول ما هماش أحفاد الفراعنة، هم اللي بيقولوا كده يعني. وإن لازم احنا
نسترجع التاريخ ده من المصريين دول، لان هم سرقوا تاريخنا حسب هم اللي بيقولوا يعني، حسب ما بيقولوا يعني. طيب انا جيت قابلت ايه بقى؟ قابلت ناس في اول ما جيت البلد دي سنة 85. قابلت ناس كانوا راحوا مصر من اللي هم السمر دول، يعني افارقه، السود الامريكان، عشان ايه ما تلخبطش بين الافارقه اللي هم من افريقيا حاليا يعني. هم عارفين طبعا السود الامريكان دول اصلهم افارقه يعني. حتى ايه كان زمان يقولوا ايه، كان زمان يوصف ال يقولوا مثلا الزنوج، فدي الكلمه دي اتشالت خالص، وممكن يعاقب عليها لحد يقول عليهم زنوج، يقولوا افرو امريكان. فالافرو امريكان ايه بقى؟ كان الاول يقولوا عليهم الملونين، فبطلوا يقولوا الكلمه دي من بعد الثوره مش او الحركه المدنيه اللي حصلت في الستينيات، ابتدوا ياخدوا حقوقهم يعني. فالمهم ايه، الافرو امريكان دول بقى بيقولوا ايه اللي انا قابلتهم، كانوا راحوا مصر، فبيقولوا لبعضيهم ايه ده، لما زاروا المعابد بتاعت اللي هو في الأقصر وأسوان، فكانوا بيلاقوا تماثيل هم بيدعوا بقى العالم دي ان الايه، ان المصريين كسروا الأنوف بتوع التماثيل دي علشان ايه، يمحوا الأنف الزنجي او اللي هو الايه، حسب يعني علم الأجناس الزنوج. تلاقي معلش في التعبير ده لان هو ده المكتوب في الكتب عن وصف الايه، الجنس الافريقي. فالافريقي، وبعدين اصل لما تيجي تقول افريقي ممكن تبقى كلمه مايعه يعني. ليه؟ يعني افريقي من غرب افريقيا ولا شرق افريقيا؟ لان بتوع شرق افريقيا ليهم ملامح بتختلف عن اللي من ايه، من غرب افريقيا، غير الجنوب الاوسط، وسط يعني افريقيا. عندك انت حتى جنوب السودان تلاقي يعني غامقين جدا وملامحهم افارقه منها الى العرب، طبعا هم مش عرب، هتبقى لساعتك. فما نيجي نبص يعني مثلا بتوع شرق افريقيا زي الصوماليين لهم ملامح بتختلف عن الناس اللي بتوع غرب افريقيا. الصوماليين، الاريتريين، الحبش اللي هم الاحباش اللي هم من الحبشه اللي هم الاثيوبيين، ملامحهم بتختلف عن ايه، عن بتوع غرب افريقيا. تيجي تنزل تحت شويه تلاقي كينيا وتنزانيا برضو بايه، ملامحهم الايه بتختلف. المهم عامه الافريقي الزنجي حسب التعبير الكتب ما بيقولوا كده، اللي هو المناخير الافطس والشعر اللي ايه الاكرت، فدي ما بتلاقيش في المصريين، تبقى لساعتك. في بعض اثار لغايه النهارده موجوده، الانوف بتاعه التماثيل موجوده، بالعكس الانوف ما هياش من نوع الافطس ولا الشفائف غليظه بالطريقه بتاعه الافارقه. فالمهم ايه، فهم بيدعوا بقى الكلام ده، بيدعوا ان هم اصلهم نوبيين، وان النوبيين هم اللي حكموا مصر، وكان بشرتهم سمراء، وجم هم بقى بيقول بقى هم نسوا بقى ايه، الرومان ده بيقولوا العرب هم طردوا سكان شمال افريقيا واحتلوها، وهم لازم بقى يرجعوا المناطق دي ايه تاني عشان افريقيا تبقى ايه سودة زي ما كانت. لما راح توت عنخ امون قطع الاثار بتاعته تتعرض في امريكا، فعملوا مظاهرات وقالوا ان دول اهلنا وناسنا، واحنا مش مفروض ايه، المفروض ان هم يتعاملوا بالطريقه دي. فجت السفاره المصريه في واشنطن وقالت ان ما تدخلوناش في متاهات ولا الكلام ده الملك توت، كينج توت ده هو مصري، واحنا ملناش دعوه بالافارقه. وفعلا الحضاره المصريه بتختلف عن ما كان ما كان ايه موجود في افريقيا في الوقت ده، او حتى لغايه النهارده. يعني الافارقه دول قبائل، يعني قبائل بتختلف من مكان لمكان،
وإذا كان هم رحل أو ناس رعاة أغنام أو إلى آخره. ولكن يعني فين حضارتهم دي؟ إيه المقصود بحضارتهم يعني؟ إحنا مش عايزين نقلل من شأن الناس ديت، ولكن المصريين حضارتهم واضحة، ومش محتاجين حد يثبت إن إحنا مصريين يعني. طب أقول حاجة بالعكس، يعني في اعتقادي إن المصري، العقلية المصرية اللي موجودة دلوقتي ملهاش مثيل في الدنيا دي. لو احنا خدنا باعتبارا، لو احنا خدنا على هذا الكلام، وده حقيقة يعني ان مصر فعلا عدى عليها الفرس، عدى عليها الاشوريين، عدى عليها الرومان، عدى عليها العرب، عدى عليها انجليز، عدى عليها اتراك وفرنسويين، فخلقت شخص ملوش مثيل في العالم حقيقي. يعني المصري ممكن تحطه في اي حتة بيتألقم معاها، يتألقم معاها، يعني ممكن ما بياخدش في ايده زي ما بيقولوا كده في مصر غلوة، وبيعمل حركة وشغل على طول. غير المصريين ما عندوش نفس السرعة. المصري ذكاء بالفطرة. انت عايز كل ده انت طلعت لي خليط ملوش مثيل في العالم. هات بالك، مفيش دولة في الدنيا ديت عدى عليها زي اللي عدى على مصر. فما تقوليش بقى ايه المصريين دول ما هماش احفاد الفراعنة. حاجة تانية، يعني حتى انت يعني مثلا واحد زنجي اتجوز واحدة بيضة، معلش في التعبير ده، معلش، هات بالك، حتى ولاده هيطلعوا فاتحين شوية، هات بالك، ولكن الملامح هي حتى لو بعد يجي 20 جنريشن، يعني 20 الجدود برضه هيبقى فيهم برضه حاجة من الأصل. ده في المثل المصري يقول لك ايه، العرق يمد ل7 جد يعني. فما تقوليش بقى ان المصريين دول مش احفاد الفراعنة، ليه؟ هم ولاد حرام؟ لا عفوا يعني، مع احترامي للكل يعني. فيعني الجنس المصري او الانسان المصري ده ملوش مثيل في الدنيا. خدت بالك؟ لو انت قلت عليه ان هو في كل حاجة من يعني هو في انسان في كل اجناس الارض. هو خلق الانسان المصري ده ملوش مثيل. ممكن يكون هو اوروبي، اسيوي، فارسي، ده حتى اللهجة المصرية هي ما هياش 100% عربي. مفيش لهجة محلية زي اللهجة المصرية. اللهجة المصرية فيها كلمات فارسي، فيها كلمات يوناني، فيها كلمات تركي، فيها كلمات فرنساوي، فيها كلمات انجليزي، فيها كلمات طلياني. شوف كم بقى، شفت كم دولة او كم لغة بمعنى صح في اللهجة المصرية، مزيج. وبعدين اللي بيتعلم عربي بيتعلم اللهجة المصرية. اتعلمت اللهجة المصرية تقدر تتكلم مع كل اللي بيتكلم عربي. اي واحد بيتكلم عربي هيفهمك، مع احترامي. مش اي واحد، مثلا لو واحد بيتكلم مغربي مش كل العرب بيفهموه، مع احترامي لكل اللهجات المحلية. طيب يعني انا كده ببدي او بعظم في المصريين؟ والله انا مصري وبعظم في نفسي بقى. لو انت خدتها بالحساسية دي انت حر، خدت بالك. انا في الحتة دي بقى عنصري. احنا نحب كل العرب يعني بصفة عامة، يعني ما هوش يعني فض مجالس زي ما بيقولوا يعني. ف في كمان كنت حاجة عايز اقولها عن المصريين، يعني اهلينا كمصريين. نقولها المرة الجاية، عشان كده احنا طولنا قوي في الكلام. نقولها المرة الجاية، اوكي.
طب اقول لك حاجه عن المصريين دول. انا كنت زمان في التسعينيات كنت شغال سواق تاكسي، وده السبب اللي خلاني اشتغل سواق تاكسي، اللي انا بحب اعرف البلد واعيش المجتمع الامريكي على حق يعني. فقال لك سواق التاكسي ده هو نبض الشارع. سواق التاكسي ده في اي دوله يعني، مش في امريكا بس. فلما تكون انت سواق تاكسي في نيويورك سيتي، ونيويورك سيتي دي تعتبر يعني دولة عالمية، فيها من كل جنسيات العالم، فيها يعني مثلا تفكر في لغة حد بيتكلم فيها هتلاقيها برضو في نيويورك. اكل اي اكل يعني من اي دولة في العالم هتلاقيه برضو موجود في نيويورك. فنيويورك دي دولة عالمية، لا هي زي لندن ولا باريس ولا برلين. ها دي حاجة كده ماسكة كل حاجة فيها، هي دي نيويورك. فعشان كده لما انا جيت امريكا كنت اتمنى اشتغل ايه سواق تاكسي. عشان ايه؟ تحتك بالمجتمع. لما تكون سواق تاكسي كل الناس هتركب معاك، ناس هاي كلاس، ناس من جنسيات مختلفة، ناس مشردين ومعفنين ومدودين، كل حاجة كل حاجة. اه طبعا ممكن اللي هو اللي يقول لك انا مركبش تاكسي ليه، حقيقي. فيعني فده السبب اللي خلاني اشتغل سواق تاكسي في نيويورك. ف فمره فيركب حتى يعني مثلا من الامم المتحده، الناس اللي هي اللي هم اللي بيشتغلوا في الامم المتحده من دول تانية، مندوبين، ركب معايا اكتر من واحد. مره ركب معايا من نيجيريا، من باكستان، من سريلانكا، من تركيا، من المغرب. والله الراجل ده كان ايه، كان نائب القنصل المغربي، واداني الكارت بتاعه. للاسف الشديد راح مني يعني، وقال لي اي حاجه انت عايزها يا مصري يبقى عدي عليا. قلت له الله يخليك. الكلام ده فاوائل فضلت شغال في التسعينيات على التاكس. فكانت متعه يعني، بتقابل يعني نوعيات كتيره من الناس. فكان فمره ركب معايا واحد فبيحكي لي، بيقول لي انا يعني المصريين دول من الشعوب فعلا اللي تتأقلم، تروح اي مكان تتأقلم معاه. حتى كلمني عن الناس اللي قال لي تصور في انا شفت فيلم وثائقي عن مصر، وبالتحديد عن منطقة تراب الغفير. ازاي الناس عايشة في اماكن ايه مع الموتى، وبيتأقلموا وبيقدروا يعملوا حياة. فقال لي يعني المصريين دول ما لهمش مثيل. مرة تانية ركب معايا واحد امريكي كان شغال في السفارة الامريكية في القاهرة. الراجل ده كان بيتكلم عربي باللهجة المصرية، وكان بيقرا الجرايد. انا بقيت استعجب يعني، لانه يعني اعرف الناس اللي بتقرا عربي تحب تقرا يعني اتعلمت هي بال بال بالشد والماده يعني الفصحى. لو جبت له مثلا كتابه تانية من غير شده وضمه وكده، او كاتب له بالرقعه، ما يعرفش يقرا كده يعني. بس ده كان يعرف فكان بيقرا يعني. اديته الجورنال قلت له اتحداك تقرا لي، قال لي اقرا لك ده، وقعد يقراه فعلا. المهم، فمن ضمن الكلام اللي بيقوله وكنا بنتكلم فيه، بيقول لي في حاجه ما عجبتوش هو حسب ما هو يعني. بيقول لي الشعب المصري كده، واحد لسه مقابله من شويه مثلا يعني، وتلاقيه يهرج معاك وكانه يعرفك بقاله، ويهرج معاك ويقول لك نكت ويتريق وبتاع، وكانه يعرفك من 100 سنه. قلت له هم المصريين كده بقى، لو انت ما عجبتكش الطريقه دي تقول له لو سمحت انا ما احبش حد يهزر معايا. في ناس كده، في ناس مقفله يعني. حتى في مصريين مقفلين ما يحبوش التهريج قوي يعني، وده قليلين يعني. هات بالك. والى ان نلتقي في لقاء اخر حتى نكمل حديثنا عن افرو سنتريك. اوكي. تحياتي وتحياتي برشا لاخواننا في تونس، وان شاء الله تزاح الغمة.
والسلام عليكم و... وإلى لقاء آخر.